لو حضرتك مهندس ومعاك أي حد من أهلك أو صحابك مرافقين وعايزين تقعدوا في مكان رايق ودخول الفرد بس ب25، أو تقعد مع المدام قاعدة رايقة وأولادك في الكيدز اريا مبسوطين، وقريب كمان المفروض حمام السباحة يتسلم، بس خلينا متفائلين، وأسعار الأكل والمشروبات مدعمة كأنك رجعت ورا 4 سنين. كل الكلام ده هتلاقيه موجود بالتجمع الثالث في نادي المهندسين. تعالوا نشوف الملاعب والكيدز اريا والقعدات وكل حاجة مع بعض بالتفصيل. في البداية بس زي ما قال لكم طائر البطريق كده بالظبط، دي قناتكم ريفيوهات الرحلات اللي بتهتم بريفيوهات الفنادق والرحلات وأماكن الخروج في مصر بكل مميزاتها وعيوبها. فلو مهتم بالكلام ده ما تنساش دوس سبسكرايب جنب طائر البطريق اللي بيبص لك تحت ده، ويلا بينا نكمل الفيديو مع بعض. خلينا نبدأ أول حاجة بالموقع. نادي المهندسين موجود في القاهرة الجديدة في التجمع الثالث، متفرع من محور طلعت حرب. بالنسبة للباركنج بتركن العربية بره النادي، مفيش باركنج جوه للأسف، لكن المكان بره فاضي وواسع ويسع عربيات كتير، مفيش فيه مشكلة زي ما انتوا شايفين كده حتى في أيام الأجازات. خلينا نخش بقى نشوف النادي من جوه بالتفصيل. بالنسبة للدخول، المهندس بيدخل بكارنيه نقابة عادي، والمرافق بيدفع تيكت دخول 25 جنيه في الأيام العادية و30 جنيه يوم الخميس والجمعة والسبت. وزي ما انتوا شايفين كده النادي مليان كراسي وترابيزات افري وير، طول ما انت ماشي هتلاقي قعدات في كل حتة. مهما بلغت الزحمة بتحس ان النادي فاضي من كتر الكراسي اللي موجودة في كل مكان. ولسه كمان مش معروف قوي زي بقية نوادي المهندسين، فالرجل فيه هادية شوية. تعالوا نشوف بقى المكاتب الإدارية. بالنسبة للمكاتب هنا بتقدر تحجز منها الملاعب اللي هوريها لكم كمان شوية، وده حجازي اللي بزوم لكم عليه، ده بتجيب منه الاكل والمشروبات، هوريه لكم برده كمان شويه. بس الخدمات الاداريه في النادي بالنسبه للمهندس لسه مش متنشطه قوي، يعني ما تقدرش تجدد كارنيه النقابه حتى من النادي زي مثلا نادي المهندسين اللي في اسكندريه او كده. تعالوا نشوف بقى مطعم حجازي اللي قلت لكم عليه ده. اسعار الاكل هنا مدعمه ورخيصه مقارنه ببره. يعني بصوا مثلا البيتزا المارجريتا الكبيره ب 94 جنيه والميكس فراخ ب 116، والمشروبات برضو من عنده نفس القصه رخيصه جدا. يعني القهوه ب 22 والنسكافيه تحت اهو ب 26 جنيه وحاجه لوز العنب يعني. وبرضو اسعار الزلابيه حلوه جدا ومتوفر اي وافل انت عايزه، فاسعارهم هنا اجمالا جميله قوي. تعالوا نشوف حمام السباحة بقى. مساحة حمام السباحة هنا كبيرة جدا ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده، بس للأسف لسه في مشاكل مع الشركة اللي بتسلم، ولسه البمبات ما جاتش لحد دلوقتي، فيا مسهل يكون اشتغل على الصيف. وفي برضه حمام سباحة للأطفال هناك اهو، بس مظبطين الجو العام هنا بصراحة، ولما يتفتح هيبقى جميل وقعدته حلوة قوي. ونفس الكلام برضه بالنسبة للمبنى الإداري لسه ما تسلمش لحد دلوقتي. تعالوا بقى نشوف الكيدز اريا مع بعض. الكيدز اريا هنا جميلة قوي وموجودة على مساحة واسعة في نص النادي، وفيها مراجيح وألعاب مناسبة لكل الأعمار، وبرضه زيها زي بقية النادي ما بتبقاش زحمة والأطفال بياخدوا راحتهم فيها. وعاملين حاجات متنوعة بتساعد على التنطيط والشقاوة بالنسبة للأطفال الكبار شوية. وفيها مساحة خضراء كبيرة قوي وفاضية، فالأطفال الصغيرة حتى يقدروا يجروا فيها براحتهم بدون قلق أو مشاكل. بصوا عاملين ديتيلز كده جميلة قوي في الألعاب. تعالوا بقى نشوف الكيدز اريا بتاعت الأطفال الصغيرين. دي الكيدز اريا بتاعت الاطفال اللي لا يتعدى عمرهم سنتين او 3 بالكتير، وعاملينها في حته لوحدها برضو بعيدا عن الاطفال الكبار، ودي حاجه كويسه. كلها مجموعه واحده بس فيها 3 زحاليق صغيرين كده وبايب يدخلوا يلعبوا فيها شويه ومرجحتين صغيرين، وحواليها مساحه خضراء برضو معقوله الاطفال يقدروا يلعبوا فيها بدون قلق. بس فيها عيب صغير كده ان المرجحتين الصغيرين دول بدون ظهر، ودي معموله للاطفال الصغيرين قوي، فالمفروض ان المراجيح دي تبقى بظهر، فيا ريت المسؤولين برضو يراعوا حاجه زي كده. وفي تراك برضه حوالين الكيدز اريا جميل قوي ومساحته كبيره وتقدروا تجروا فيه براحتكم. هو في بس حبه نقر صغيره كده زي ما بوريها لكم، يعني محتاجه حبه صيانه برضه، يا ريت يتعمل لها صيانه تبقى حاجه كويسه قوي. تعالوا بقى نروح نشوف الملاعب. في ملاعب بادل هنا جميله قوي، في حدود 3 او 4 ملاعب، وده لوجو الشركه اللي انتوا بتحجزوا منه. يعني اي حاجه في النادي بتقدروا تحجزوها من المكاتب الاداريه اللي وريتها لكم بره، لكن دوت لوجو الشركه اللي بتقدروا تحجزوا منه البادل بس. وطبعا زي ما انتوا شايفين كده في 3 ملاعب بادل حلوين قوي جنب بعض. وهنا برضو في ملعب سله ويد في نفس الوقت، يعني عايز تلعب يد عايز تلعب سله بيبقى في الملعب ده. وبرضو زي ما انتوا شايفين كده مستوى الهاوس كيبنج حلو قوي، والارضيه بصراحه معموله كويسه جدا هنا، فدي حاجه برضو محترمه، بس لسه برضو ما فيهاش رجل جامده يعني. في بقى ملعب طايره برضو جنبه اللي هوريه لكم اهو، بس ده لسه مش متوضب شويه، يعني ده محتاج حبه رعايه كده. المفروض ان ده ملعب طايره بس حاطين فيه نطاطه وحبه مخلفات كده، فالمفروض ان ده يتظبط برضو هيبقى ملعب طايره محترم والارضيه بتاعته حلوه قوي. تعالوا بقى نروح نشوف الملعب بتاع كره القدم. ملعب كره القدم اهو جميل جدا برضو والنجيله بتاعته حلوه قوي.
يعني الملعب برضو متوضب جميل جدا، والمساحة بتاعته حلوة، نجيل صناعي طبعا. وتقدر تحجز برضو من الشركة هنا، او قصدي من النادي، تقدر تحجز من النادي عادي. وبرضو في حبة نقر كده هي اللي بزوم لكم عليها، دي محتاجة برضو صيانة شوية. وبرضو موجود في الاريا بتاعت الملاعب ملعب سكواش برضو جميل جدا، بس هم قافلينه للأسف، معرفتش اصور جواه. وفي برضو ملعب تنس طاولة اهو، هوريكم برضو المنظر من فوق. ادي الصاله بتاعت البينج بونج والبلياردو. الساعه بتاعت البينج بونج ب 35 جنيه، وساعه البلياردو ب 50 جنيه، وتقدروا تحجزوها برضو من المكاتب الاداريه اللي تحت. وبصفه عامه النادي جميل ومسلي قوي. وما تنساش بقى تعمل سبسكرايب على طائر البطريق اللي بيبص لك تحت ده، عشان يجيلك كل جديد لو انت مهتم باماكن الخروج والفسح في مصر. اتمنى اكون قدرت اوصل لكم كل حاجه، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.